في قرية صغيرة محاطة برمال الصحراء كان يعيش راع يدعى مالك. كان فتى طيب القلب يمضي أيامه في رعاية الأغنام، ينظر إلى الأفق متأملا في العوالم البعيدة التي لم تطأها قدمه. وفي ليلة هادئة استلقى تحت شجرة وارفة الظلال، فأطبق عليه النعاس وحلم بحلم غريب لم ير له مثيلا من قبل. في ذلك الحلم ظهر له رجل غامض يرتدي ثوبا أبيض فضفاضا يحيط به نور خافت أشبه بضوء القمر، فاقترب منه وقال بصوت عميق: أيها الفتى، مكتوب لك أن تكتشف المدينة المنسية حيث الكنز العظيم. سر خلف النجم الأزرق فهو دليلك إلى قدرك. استيقظ مالك فزعا وقلبه يخفق بقوة. نظر إلى السماء فإذا بنجم أزرق يشع نورا خافتا في الأفق تماما كما رآه في حلمه. عندها أدرك أن ما رآه لم يكن مجرد رؤيا عابرة، بل رسالة عليه أن يتبعها. حمل عصاه الصغيرة وملأ جرابه بالماء والخبز، ثم انطلق في رحلته نحو المجهول. كان السير في الصحراء شقا، والرمال الساخنة تلسع قدميه. بعد أيام من المشي هبت عاصفة رملية عاتية فحجبت الرؤية تماما، وكاد أن يهلك وسط العاصفة لولا أن تلمس طريقه بصعوبة حتى وجد ملجأ صغيرا بين الصخور. وبعد أن هدأت العاصفة واصل السير حتى لاح له نقش حجري ضخم وسط الرمال يلمع تحت أشعة الشمس وكأنه يحاول أن يصر له بسر قديم. اقترب مالك ومسح الرمال عن الحجر، فبدأت الرموز الغامضة تتوهج بضوء أزرق خافت. تأمل النقوش بعناية فقرأ ما كتب عليها: الطريق إلى المدينة المفقودة محفوف بالمخاطر، ومن أراد دخولها عليه أن يثبت شجاعته وحكمته. شعر مالك بالحماس وسار في الاتجاه الذي أشارت إليه النقوش حتى وصل إلى جسر حجري معلق فوق واد سحيق. كان الجسر متآكلا تهتز حجارته مع كل خطوة يخطوها. تقدم بحذر وقلبه يخفق خوفا، لكنه لم يتراجع. عبر الجسر أخيرا، وهناك أمامه ظهرت المدينة الضائعة بأسوارها الشاهقة ومعابدها العريقة. دخل مالك المدينة بخطوات مترددة يتأمل عظمة الأبنية والنقوش المنحوتة على الجدران. وبين أطلالها اكتشف معبدا قديما كانت بوابته العملاقة مفتوحة على مصراعيها وكأنها تدعوه للدخول. بداخل المعبد في وسط القاعة الكبرى وجد صندوقا ذهبيا فوق مذبح حجري يحيط به نور غامض. اقترب مالك ببطء ومد يده المرتجفة ليفتح الصندوق، فإذا به ينبعث منه ضوء ساطع أغشي بصره. وعندما نظر داخله وجد كنزا من المخطوطات القديمة والأحجار الكريمة، لكنه أدرك أن هذا الكنز ليس مجرد ذهب، بل كان سرا منسيا للعالم القديم. لكن الفرحة لم تدم طويلا، إذ بدأت الأرض تهتز وبدأت جدران المعبد تتصدع. أدرك مالك أن الوقت قد حان للهرب، فحمل بعض المخطوطات الثمينة وانطلق خارجا قافزا فوق الصخور المتساقطة حتى خرج من المدينة في اللحظة الأخيرة قبل أن تنهار أنقاضها على نفسها. وقف على تل رملي يلتقط أنفاسه ونظر إلى الشمس المشرقة ممسكا بالكنز الذي كاد أن يودي بحياته. عندها أدرك أن رحلته لم تكن بحثا عن الذهب، بل كانت رحلة اكتشاف لنفسه وللأسرار التي خبأها الزمن. ثم بخطوات ثابتة بدأ يسير نحو الأفق، حيث كان بانتظاره عالم جديد وقصة أخرى لم تكتب بعد.